مساء الخير عليكم، رجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والنهارده بصراحة أنا راجعة عشان أتكلم على حاجة حصلت لي في عمان. موقف حصل لي وأنا في عمان وأنا في قطر، في الاتنين. فبصراحة أنا هاحكي لكم على الموقف اللي حصل لي في عمان الأول، علشان نعرف إن كل واحد بيمثل بلده. فالواحد لما بيكون في الغربة لازم يظهر أحسن صورة عنده، علشان أنت بصراحة بتبقى واخد وراك بلد كبيرة جدًا، يعني بتاخد وراك كلنا، سواء بقى أنت مصري أو من أي بلد تانية. آآ، فهاحكي لكم على الموقف اللي حصل لي لمّا كنا في عمان. ركبنا تاكسي، كنا رايحين مشوار وكده وأخدنا تاكسي، وفي التاكسي في عمان سواقين التاكسيات بيبقوا local، يعني مش يعني ناس من البلد. يعني أنا رُحت مثلًا دبي ورُحت قطر ورُحت عمان ورُحت الأردن. في دبي وفي قطر يعني سواقين التاكسيات أغلبيتهم من برّه البلد foreigner، يعني من الهند، من باكستان، من أفريقيا، من بلاد مختلفة. بس في عمان هي بالنسبة لي كانت حاجة حلوة، إن كل سواقين التاكسيات و3/4 الناس اللي بيشتغلوا في البلد من البلد، من أهل البلد. فلمّا ركبنا مع سواق التاكسي، هو عماني، شاب صغير. فالمهم عشان أنا جوزي أجنبي فدايمًا بيكلموني بالإنجلش، فقُلت له: "أنا باعرف أتكلم عربي." قال لي: "أنتِ منين؟" قُلت له: "أنا مصرية." فقال لي: "أهلًا وسهلًا." ومش عارفة إيه. فقُلت له سألته، يعني أنا من طبعي باحب أسأل وأنا في بلد عربية، إيه انطباع الناس عن المصريين، يعني إيه انطباع الناس اللي هم من عمان أو الناس اللي من قطر أو الناس اللي إيه انطباعهم عننا، بيحبونا والّا مش بيحبونا؟ المهم، ودايمًا بيبقى الanswer أو الرَد بتاعهم بيبقى positive وبيبقى حلو جدًا وبيشكروا فينا. بصراحة سواق التاكسي ده أول لمّا قُلت له أنا من مصر وسألته أنتم إيه يعني الشعب العماني، أنتم إيه رأيك في المصريين، أنتم بتحبوا المصريين فهو رَد عليّا وقال لي بصراحة أنا هاقول لِك الصراحة. قُلت له اتفضل. قال لي: "أنا ما باحبش المصريين." قُلت له: "ليه؟" قال لي: "بُصّي هاقول لِك حاجة، يعني أنتِ سألتيني وأنا جاوبت بصراحة." قُلت له: "طبعًا أنا باحترم صراحتك وباحترم رأيك، بس ليه، إشمعنى يعني ما بتحبّش المصريين؟" قال لي: "بصراحة أنا حصل لي موقف وِحِش من المصريين، كان راكب معايا واحد مصري وكان عليه 25 ريال وما رضاش يدفعهم، ونزل وقفل تليفونه وما رضاش يرُد عليَّ، وأنا اشتكيته. بس أنا لمّا رُحت البوليس قالوا لي إن الموضوع هيكلّفك وقت وفلوس، هيكلّفك أكتر من 25 ريال. فأنا نسيت الموضوع بس حاسبنت عليه. فهو بصراحة هو حَس إن هو يعني اتّقل شوية بالرَّد، يعني حَس إن هو رَد مش حلو، فحَب يعني إيه يحسّن من الرَّد أو يحسّن من صورة الرَّد. فقال لي: "بُصّي، هم السُياح المصريين حلوين بصراحة، كل السُياح المصريين اللي بييجوا هنا اللي أنا اتعاملت معاهم حلوين، بس اللي عايشين في البلد أعوذ بالله." فقُلت له: "أعوذ بالله، ليه كده؟" قال لي: "عشان القصة اللي أنا حكيتها لك." قُلت له: "بس كل واحد بيمثّل نَفْسه." قال لي: "هو أكيد كل واحد بيمثّل نَفْسه، بس طبعًا أنا من ساعة ما حصل لي كده ومن ساعة ما المصري ده عمل فيّا كده، أي محل هنا فيه واحد مصري بيبيع أو بيشتغل أو بيعمل فيه أي حاجة، ما بادخلوش نهائيًا. وعندي ما باحبش المصريين اللي عايشين هنا، كل المصريين اللي عايشين." قُلت له: "كلّهم؟" قال لي: "هو أنا عندي واحد صاحبي مصري بس وباحبه، وطبعًا كل واحد بيمثّل نَفْسه ومش عارف إيه." وهو حَب يزوّق الكلام شوية. أنا طبعًا يعني فاهماه، لإن الواحد لمّا بيكون منصوب عليه بيبقى محروق شوية أو موجوع يعني. فطبعًا دي وصّلتني إن أنا أفكّر إن كل واحد وهو في الغُربة أو وهو بيقابل ناس تانية بيمثّل بلده، حتى لو الشخص ده قال لي هو مثّل نَفْسه، بس هو مثّل ناس كتير من بلدنا. أنا ما باقولش إن بلدنا فيها نصّابين وما باقولش إن بلدنا فيها، بس في واحد ممكن يكون كانت ظروفه مش حلوة أو كانت ظروفه صعبة أو كان محتاج ال25 ريال. أنا ما أعرفوش بصراحة وهو ما قاليش أي أسماء ولا أي حاجة خالص. بس أنا من رأيي إن الواحد لو صريح، يعني أنت لو كنت صريح، لو أنت كنت محتاج ال25 ريال وصارحت سواق التاكسي وقُلت له أنا مش معايا، أنا متأكدة مليون في المِيّة إنّك لو كنت صارحت سواق التاكسي وقُلت له كده، كان هيبقى أحسن من إنّك تقفل تليفونك وما تردش عليه
وما تدفعلوش الفلوس، لإنّك أنت ادّيت صورة وِحشة عنّنا كمصريين. بس طبعًا كل واحد باقابله في الحياة رأيه يُحترم، أنا باحترم رأي كل الناس، ومتفهّمة إن الواحد اللي حصل له كده أو الشخص اللي حصل له كده اللي هو سواق التاكسي كان موجوع أو كان متضايق من الموقف اللي حصل له من المصري، بس يا جماعة افتكروا وأنتم في الغُربة إن إحنا كُلّنا وراكم حقيقي. وأنا دايمًا باقول إن إحنا شعب كويس وبندّي صورة حلوة للناس كلّها، ومش باقول إن إحنا كلّنا كده، لأ طبعًا، وما أعرفش كانت ظروفه إيه زي ما قُلت قبل كده، ممكن كانت ظروفه صعبة، بس هو ده اللي حصل، ده الموقف اللي حصل لي بصراحة، يعني ده أكتر موقف أثّر فيّا شوية، هو ما زعّلنيش لإن أنا ما زعلتش منّه، أنا فرحت جدًا إن هو قال لي بصراحة وكان ممكن يكدب عليّا ويقول لي بنحب المصريين ومش عارفة إيه زي ما باسمع في أي حتّة في العالم، بس هو كان صريح، وأنا طبعًا في الفيديو ده باشكره على صراحته، وباقول له في الفيديو حقك عليّا بالنيابة عن المصريين كلّهم، وأكيد هو كانت ظروفه مش قد كده، وإن شاء الله، إن شاء الله ظروفه تبقى أحسن ويرجّع لك الفلوس وتسامحه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.